يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبتدي فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتوا عارفين لما بلاقي الصبح شكل البحر قمر كده بحب اصوره لكم بصراحه. قمت كده نزلت بنتي المدرسه وقلت ابتدي بقى اصور معاكم. يعني بصراحه يا بنات التصوير بيشجعني، اوقات كتير بكون مش قادرة اقوم اعمل حاجة وبقول ان لازم انزل فيديو، فبضطر ان انا اقوم وافتح الكاميرا وكده. فبصراحة بتشجع معاكم. طبعا انا ابني هو اللي الصبح وبنتي بعد الظهر، فعارفين اليوم كله ضايع بصراحة، طلوع ونزول معاهم وكده. فالحمد لله رب العالمين. فنزلت ابني كده ورجعت وقلت اخلص اي حاجة قبل ما يعني ابتدي ان اخته تنزل وكده. فبدأت بالركنة كده معاكم. زي ما قلت لكم يا بنات احنا قعدتنا مش في الركنة، عشان كده هي يعني دايما مترتبة، بيبقى التنظيف يعني فيها على خفيف كده. التلفزيون عشان في الانتريه بره، فعلى طول قعدتنا فيه. فاللي هو ايه يعني برتبها بس معاكم كده، يعني حد من الولاد حب يقعد يذاكر فيها وكده فبلم بس بعدين. تمام كده. فربنا يعيننا جميعا بصراحة، يعني وقت الدراسة ده الوقت ضيق جدا، وخصوصا انك لو بتطلعي وتنزلي مع الولاد وكده فبتحسي ان يومك ضايع بصراحة. فربنا يعيننا يا رب ويعين كل الأمهات ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة يا رب إن شاء الله. تمام كده. وكده كان في شوية غسيل برضو لمتهم وحطيت ملوى تانية في الغسالة. فبصوا يا بنات يعني الغسيل يتلم وتطبقي كده على طول عشان متكومش عليكي بصراحة. هو يعني أنا عندي أنشر يعني حلو قوي أعمل أي حاجة، لكن التطبيق ده بيبقى تقيل على القلب بصراحة. فيلا الحمد لله ربنا يقوينا. غسلت بقى الكبرتيات والدفايات وكده اللي كنا بنتغطى بيهم. دلوقتي خلاص الجو عايز بطاطين، فطلعت على كل سرير بطانية. تمام. ونغسل بقى الدفايات والكبرتيات، يعني انا كنت بغسل كل كام يوم كده واحدة. فالحمد لله كده ايه خلصته. طمنوني عنكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. ولو بتستفادي من الفيديو بتاعي ولو بحاجة بسيطة يعني بيشجعك، حتى ان شاء الله حتى 1%، اكتبيلي في الكومنتات وقوليلي بتتابعيني منين. بجد مبسوطة بيكم، ويا رب نفضل على تواصل كده دايما يا رب. تمام كده. زي ما قلت لكم غسلت دي كانت اخر كوفرت خلاص عايزة تتغسل. والدفاية دي بصراحة يعني اختي ربنا يديها الصحة يا رب كانت جايباها لابني، كان مبسوط بيها قوي وهو بيتغطى بيها. يعني هو دلوقتي كبر شوية يعني على البطابيط والكتاكيت والكلام ده، بس هو حبيبها عشان من خالته. تمام. فاللي هو ايه يعني اللي عندي الدفايات اللي عندي يعني اللي كانت موجودة عليها رسومات وعرايس ودباديب والكلام ده، بصراحة يعني خلاص يعني اللي بحاول اجيبهم تاني بيبقوا خلاص ايه يعني معلهمش رسومات، بس اللي موجودة عندي يعني اهو ايه بفرشه او بنتغطى بيه او كده. تمام كده. خلصت بقى الغسيل اهو. بصوا انا كل ما افرش السجاد يعني ببقى عايزة اخد بالي ان في اتجاه بيبقى معاكس للمكنسة، بس كل مرة بنسى بصراحة، والسجاد ده تقيل قوي فعشان اشيل واحط بصراحة بيهد الحيل يعني. وخلاص احنا دلوقتي الجو هنا ساقع قوي، فالحفاظات ما عادتش نافعة. فشلتها بصراحة، غسلتها وخلاص شلتها كده. كل سنة وانتوا طيبين، نفرشها في الصيف ان شاء الله. وفرشت السجاد بقى قوي عشان الساقعة. تمام. الجو عندنا صعب قوي يا بنات، فالحمد لله. فكده يعني بحاول بقى ايه ان انا اشفط يعني التراب وكده. هو مفيش اي حاجة الحمد لله، بس هو كان محتاج يعني المكنسة، ما كانش نافع المقشة العادية، فكان لازم المكنسة بالكهرباء. يعني هو باين قدامكم نضيف وتمام وزي الفل، بس يعني لما تقربي من السجاد الغامق بالذات يعني بصي بيتعامل نفس معاملة السجاد الفاتح. تمام. فكده خلاص خلصت مسح. خلصت الكنس وانا مسحه معاكم بصراحه، ما عملتش الشرشوبه ولا حاجه. بصوا بقى هنا دخلت على اوضه النوم. بصوا يا بنات انا قبل ما بكنس المشايات بتاعه اوضه النوم
يعني بأوضة النوم بالذات، وخصوصا عند السراحة بحب بالفرشة كده يعني ناشفة ما فيهاش اي حاجة، وبلم. بصي هتطلع معاكي، بصي يعني الشعر اللي بيبقى ساقط مننا دوت واحنا بنسرح وكده، مهما تكوني اخده بالك بس برضو بتلاقي على السجاد. فبالمكنسة كده وبلمه قبل ما اشغل المكنسة. تمام. هو كده باين ان هو نضف معاكي يعني، بس برضو هشغل المكنسة كده ايه اشفط يعني حاجة بسيطة. الحركة دي بجد بتخلي السجاد دايما نضيف. لو عملت شغلت المكنسة من غير ما اعمل بالفرشة كده، المكنسة يعني هيتلم فيها شعر في الفرشة بتاعتها، ومش هتشفط معاكي يعني، مش هتكون احسن حاجة يعني في الكنس. تمام. خلصت كده وخدت برضو الطرقة اللي بين السرير والدولاب دي. تمام كده يا لوزة، نضفنا ورتبنا وشوفنا بيتنا ونزلنا مع العيال وطلعنا وغسلنا وروقنا وكل حاجة. فبصي مش هعدلك عشان خاطر ما نتوهش من بعض، طبعا انتي عارفة ان كل دوت ايه يعني كلنا بنعمله في بيتنا، بس طبعا في وسط الدايرة اللي احنا فيها كل يوم دي. فانا جايلك، بصي جايلك من هناك يعني، بقولك ما تنسيش نفسك في اللي بيحصل ده كله. ما تنسيش نفسك عشانك اولا، عشان كمان انتي زوجة، فاهماني؟ فكل اللي انتي بتعمليه طول النهار ده عشان انتي ام، وعشان ده لازم يتعمل. تمام. خلصتي يومك كده خلاص، اخدتي دش محترم كده، سرحتي شعرك، رجاجو، شوية مسكرة، تمام. فكل حاجة هتبقى زي الفل، يبقى شفتي بيتك وخليتيه تمام زي الفل. كمان يعني جوزك يدخل من بره ما يلاقيكيش بنفس ايه يعني هدوم اليوم كله. فانتي فاهماني؟ فكل واحدة ايه يعني بتشوف روتينها اخر اليوم زي ما هي تحب. بس انا ايه يعني بفكرك، لان ساعات بيسهى علينا كده خلاص جبنا اخرنا، فمش قادرين نقوم نخلص نعمل اي حاجة تاني، اللي هو خلاص ايه فيصنا. فخدي بالك من نقطة زي دي. تمام. فربنا يا رب يهدي بيوتنا كلنا، ويجعل بيوتنا كلها كده يا رب هدوء وسكينة، وما يخرج لهاش سر ابدا، وما يدخلش يا رب يا رب بيوتنا اي حاجة وحشة. تمام. فكده خلصت كمان معاكم الحمام اهو. مش بعرف طبعا يعني ادعك البانيو عشان موطيش وكده، ومش هعرف اصور وانا موطيه. فخلصته معاكم اهوت وبشطفه. بصوا يا بنات، انا عامله للحمام الليفه اللي هي زي السلكه دي، بصراحه تحفه. وما بقتش بصراحه بغسل بسلك، لان مهما كنت اشطف كنت بتلاقي حتت صغيره كده بتعمل صدى في البانيو في الحوض في اي حاجه، فما بقتش بغسل الحمام بسلك ابدا. عملت له الليفه الخشنه دي، بجد يعني ايه يعني بتديكي نفس نتيجة السلك. وما بقتش بستخدم منظفات كتير بصراحة، يعني هو الكلور والصابون وخلاص، بيخلي كل حاجة معايا زي العسل. تمام. فكده مسحت خلاص ونشفت، وبوريكم خلاص الشكل النهائي اهو. تمام. آه بس كده. وعملنا غدانا، خلصنا روتيننا وظبطنا حالنا وعملنا غدانا. تمام. بص يا بنات، الرز اللي في ارضية الصينية ده اللي بيتبقى بصراحة بحطه كده بيبقى طعمه احسن من الكوسة او الفلفل او كده يعني، حبة زيادة تفضلوا فحطيتهم كده. فالحمد لله عملنا غدانا، وهلت روايح الشتا بقى، محشي بقى وكده. فلو عجبك الفيديو يا قلب اختك واستفدتي بأي حاجة بسيطة، ما تنسينيش بلايك واشتراك. باي باي.